مساكن الجنة. خلنا نشوف البنيان، عمران الجنة كيف. الجنة تنقسم إلى 4 أقسام. بنيان أهل الجنة على 4 أصناف. جنة من ذهب كلها، بيوتها ذهب، معالق ذهب، سكاكين ذهب، كل شيء فيها ذهب، كل ما فيها، آنيتها من ذهب وبيوتها من ذهب وقصورها ذهب، هذه جنة. وجنة ثانية من ذهب لكنها دونها، جنتان من ذهب، وجنتان من فضة، وجنتان لبنة من ذهب ولبنة من فضة. والناس كم قسم؟ 3 أقسام. قسم سابقون السابقون، هؤلاء أولئك المقربون في جنات النعيم، هذا أعلى شيء. قسم ثاني أصحاب اليمين، سلام لك من أصحاب اليمين، وسط. القسم الثالث ومنهم ظالم لنفسه. هؤلاء جميعا يدخلون الجنة، جنات عدن يدخلونها. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أن هذا الواو الذي ورد في قول يدخلونها أنه أحب حرف للمؤمنين، لأنه لو لم يأتي لما دخل الظالمون الجنة، فدخلوا في عموم الداخلين للجنة، وكلنا ظالم لنفسه. أيضا أنهار الجنة كم نهر فيها؟ ايش رأيكم؟ كم فيها من نهر؟ فيها 4 أنهار متعددة عند كل واحد عنده 4 أنهار ملك له. نهر من ماء غير آس، ونهر من لبن لم يتغير طعمه، ونهر من خمر لذة للشاربين، ونهر من عسل مصفى. العسل عندنا هنا بالكيلو والعلبة، والخمر محرم قارورة، واللبن بالقوارير هنا في الدنيا. لكن في الجنة ما في حلب، ما في ناقة تحلب ولا بقرة تحلب ولا شاة تحلب، إنما اللبن نهر يجري، والخمر لا يعصر وإنما هو نهر يجري، والعسل لا يخرج من نحل إنما هو نهر يجري. وإذا أراد العبد أن يشرب مزج له من هذا مزيجا يشربه، ثم يضاف عليه شيء من العيون العالية، سواء كان من عين التسنيم، وهذه خاصة بالمقربين، مزاجها كافورا والله مزاجها زنجبيلا، فتمزج على حسب الذوق. وكل كاس يشربه صاحب الجنة في آخره مسك، ختامه مسك، أول ما تشرب تهب عليك رائحة المسك بعد النهاية. فإذا رجعته الغلمان الولدان المخلدون بأكواب، مجموعة أكواب، أصحاب أكواب، كل واحد ولد مع كوب. الثانيين ولدان بأباريق، كل واحد معها بريق، بأكواب وأباريق. أما الطائفة الثالثة أصحاب كأس المعين أجمل، الذين هذا عنده الإبريق يصب، الثاني قدم الكوب، الثالث يأخذ الكأس فيقدمها لك أنت وزوجتك، كأس واحدة بينكما يتنازعون فيها كأسا، تشرب أنت وتشرب هي. أعلى نوع من الرومانسية. من قلة الكؤوس في الجنة كثيرة، لكنها جنة من أجل أن تتمتع، من أجل أن ترتاح، من أجل أن تنبسط. هذه أنهارها. أفضل نهر وأعلى نهر هو نهر الكوثر. لمن؟ إنا أعطيناك الكوثر، هو نهر يتفجر من تحت عرش الرحمن، من ساق العرش، يعم الجنة كلها ويخرج خارج الجنة ويصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم خارج الجنة في المحشر. فإذا انتهى الناس أغلق الباب ودخل الجنة، بقي هذا النهر للنبي صلى الله عليه وسلم يوجهه حيث شاء. روح يا نهر الكوثر لفلان وروح لفلان، فيوجهه النبي صلى الله عليه وسلم ويطيع أمره. الجنة كل شيء فيه يتكلم، الباب يتكلم، الكأس يتكلم، الدابة تتكلم، السرير يتكلم، كل شيء في الجنة ينطق ويتكلم ويسلم عليك. تأخذ فاكهة تقول لك السلام عليك يا عبد الله يا ولي الله، وانت تأكلها، وإذا انتهيت من أكلها رجعت كما كانت. والشاة والإبل والبقر والغنم كل شيء في الجنة يطير، حتى الناس تطير في الجنة. الله عز وجل يقول ولحم طير مما يشتهون. طير النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم، فعمت كلمة طير من الإبل لأنها تطير، والغنم تطير، وكل ما يؤكل في الجنة يطير، والإنسان نفسه يطير. جعفر الطيار له أجنحة يطير، وأهل القرآن يطيرون في الجنة. اقرأ وارقى، يلا طير فوق، فإن منزلتك عند آخر آية، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. هذه أنهار الجنة. أما عيون الجنة فعيون الجنة تنقسم إلى قسمين: عيون محددة بأسماء، وعيون مطلقة.
أما العيون المطلقة قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون لا حد لها ولا حصر. وقال تعالى فيها عين جارية، وقال فيهما عينان تجريان، وقال فيهما عينان نضاختان. هذه أوصاف. أما 3 عيون مخصصة ومسمات: عين الكافور، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. عين السلسبيل، عينا فيها تسمى سلسبيلا. عين التسنيم ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. أشجار الجنة، الجنة فيها أنواع، لا فيها أنواع كثيرة من الأشجار، بل كل شجرة مثمرة موجودة في الجنة. وفي الجنة أشجار ليست في الدنيا، مما ذكره لنا السدر، سدر مخضود، الطلح وطلح منضود، وأيضا النخل وغيره من الأشجار التي في الجنة لا يعلمها إلا الله. لكن فرق بين شجر الدنيا وشجر الجنة أن شجر الجنة ليس له ساق. شجر الدنيا له ساق وفروع، لكن الجنة لا، كلها أفنان. تجي قدامك أفنان نخيل معناته جايك رطب، تمشي يجيك أشجار ثانية معناته جايك شيء آخر، وهكذا كالسحب فوق الناس. ولهذا قال ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. هذا كله من فوق، يمر عليك استعراض، تبغى رطب، تبغى فاكهة، تبغى كذا، فيمر شيء تبغاه ينزل لك وتاخذه ويعبر، وهكذا على مدى الزمن، لا مقطوعة ولا ممنوعة. نعيم الجنة، طبعا نعيم الجنة يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد ذكر الله أنواع من هذا النعيم، قال تعالى ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، بعدما قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، أي في الجنة. فالجنة ما فيها خير مما في الدنيا ولا مقارنة. ما عندكم ينفد، كل ما في الدنيا ينفد، وما عند الله باق لا ينفد. أيضا قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى وللآخرة خير لك من الأولى، إلى غير ذلك. أما طعام أهل الجنة أكلها دائم، الجنة دائم يأكلون 24 ساعة، يأكلون أكلها دائم. ومع ذلك يعني الأكل مختلف والشرب مختلف. اللقمة أو الأكلة بعد الأكلة تختلف. لو أخذت فاكهة واحدة في الجنة وأخذت منها مضغة، المضغة الثانية الطعم يختلف. وأتوا به متشابها، الشكل متشابه والطعم مختلف. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، لا ما هو، الشكل واحد الطعم مختلف. حتى الشرب، الماء له أكثر من طعم، كل ما تشرب كل ما يتغير الطعم إلى الأحسن إلى الأحسن حتى يختم بالمسك. من شرابهم الخمر، وهذه الخمر وردت في القرآن في مواطن كثيرة، أطلق عليها المعين، كأسا من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يحصل له صداع ولا نزيف عقل، ذهاب عقل. وأيضا لباسهم الحرير ولباسهم ديباج ولباسهم أنواع، لكل واحد من الجنة 70 حلة يلبسها. وهؤلاء أهل الجنة لهم قصور ولهم خيام، عندهم قاصرات الطرف وحور مقصورات في الخيام، يعني مرة ينتقل للخيمة وما فيها، ومرة ينتقل للقصر وما فيه، بادية وحضر مع بعض داخل الجنة. الجنة فيها الزرع، قيل جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الجنة فيها زرع؟ قال نعم، تزرع وتحصد. والجنة أيضا فيها أعظم شيء فيها النظر إلى وجه الله ونختم به، وهذا هو الزيادة التي ذكرها